السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. كل سنه وانتم طيبين. انا ما كنتش ناويه اعمل الشوربه دي النهارده خالص. تمام، كان عندي اكل جاهز للفطار عباره عن كبده ومكرونه، كنت هعمل جنبهم شويه شيبس او بطاطس. فاحسن وقت للشوربه دي النهارده الجو كان ساقع وكان في مطر. فاحسن وقت للشوربه دي هي للجو ده الشوربه اللي احنا نعملها شوربه العدس. نعملها بطريقه مميزه جدا وتحفه. جربوها بالطريقه دي وصدقوني هتلاقوها مختلفة عن أي شوربة جربتوها أو دقتوها في أي مكان. يلا بينا نبدأ. حلة على البوتاجاز وحطيت فيها مكعبين من الزبدة. عايزين تستخدموا زيت اللي يعجبكم، أنا هستخدم زيت وزبدة. بس الأول هحط الزبدة تتكرمل أو تاخد لون كويس عشان تدي لون للشوربة وطعم حلو. تمام، بعد كده نزلت ببصلاية مقطعة مكعبات سواء كبيرة أو صغيرة، كده كده كل حاجة تتضرب في الخلاط. دبلت البصلاية. بعد كده نزلت بثمرة من الجزر وثمرة بطاطس. عايزين تحطوا كوسة اللي يعجبكم، بس كفاية قوي كده الجزر والبطاطس. هديهم تشويحة كده مع بعض. وبعد كده هنزل بفصين من الثوم. هينقلوا الشوربة دي لمكان تاني نهائي. اللي مش عايز يحط ثوم ما يحطش، بس هما مش هيظهروا في الطعم قوي. اديت لهم تشويحة كلهم مع بعضهم. وحطيت عودين من الكرفس بلدي او افرنجي اللي موجود. وشوحت الخضار. وبعد كده نزلت بثمرة من الطماطم وقلبتها برضو مع الخضار، اديت لها تشويحة حلوة. وكان عندي كوباية الا ربع من العدس، غسلتهم كويس وصفيتهم ونزلت بيهم على الخضار. شوحت الخضار بالعدس كده، وبعد كده بخرته وتبلته بملح وفلفل وكزبرة وكركم ومعلقة من مرقة الخضار. اللي مش عايز يحطها ما يحطهاش. بعد كده نزلت بمية سخنة واسيب الخضار بالعدس يستوي ويطرى تماما عشان اضربه بعد ما يهدى خالص ودرجة حرارته تنزل. هنا الخضار اتهرى او استوى تماما. جبت بقى الهاند بلندر وضربت الشوربة بتاعتي. تمام. هنا بقى هنحضر تتبيلة الكبدة انا كنت عاملها شرايح سليمة كده بملح وفلفل وكمون وكزبرة وخل وثوم وليمون، لكن انا قطعتها بعد كده قطع صغيره. الشوربه بعد ما ضربتها كانت تقيله، زودتها ميه وسبتها تغلي. ما شاء الله تحفه ولذيذه جدا. تمام، شكلها حلو طعمها حلو قوي، جربوها ان شاء الله تعجبكم. الكبده هنا قطعتها قطع صغيره. وبعد كده هحط معلقه سمنه بلدي، هتدي الكبده ريحه وطعم تحفه. جربوها وان شاء الله تعجبكم. وشويه زيت صغيرين. وبعد كده نزلت بمعلقه من توم. ادتني ريحه التوم اداني ريحه. وبعد كده نزلت بالكبده اللي احنا متبلينها. تمام. وما قلبتش فيها كتير عشان انا عايزه الكبده تتحمر وتتشوح وما تنزلش ميتها. بعد ما الكبده استوت نزلت بكميه حلوه من الفلفل الحامي والبارد. تمام. وسبتهم يستووا كلهم مع بعض. حطيتها في السرفيز وغرفت الشوربه وغرفت المكرونه وفطرنا جهز. جربوا الشوربه دي تحفه جدا بالطريقه دي، تحفه ولذيذه. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.